أكد جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك أنه لا يمانع في رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، مشيرا أنه ليس له أي علاقة بصفقات يناير الماضي. وقال جوميز في تصريحات عبر أون تايم سبورت: هناك العديد من الأشياء التي قد تحدث ولا يمكن التوقع ماذا سيحدث في المستقبل. أنا الآن لدي موسم جديد في عقدي بعد الفوز بالكونفدرالية السابقة، وأنا لدي الحافز لتحقيق مستقبل أفضل لهذا النادي العظيم. وأضاف: الحماس في مصر مختلف عن أي مكان آخر. عشت لحظة في نهائي الكونفدرالية لا تصدق. علمت أن هناك أشخاصا ظلت في الملعب قبل المباراة بليلة من أجل الحصول على مقعد، ولا يمكن مقارنة أي دولة أخرى بمصر. وأكمل: أنا معتاد على فكرة بناء الفرق التي أقوم بتدريبها، وعلى الجماهير أن تتفهم أن بعض الأوقات بيع بعض اللاعبين قد يكون ميزة، مثل دخول أموال للنادي وبناء فريق جيد، أو أن اللاعب يريد الرحيل. وإذا رحل زيزو ليس لدي مشكلة، وهو لاعب محترف ومنظم بشدة، وربما نستغل هذا الموقف لتدعيم الفريق. وأشار: حتى الآن الزمالك غير قادر على ضم أي لاعب، وقد يتم حل المشكلة. وإذا رحل أي لاعب يجب استبداله بشكل جيد جدا، وبالطبع مجلس الإدارة يستطلع كل الآراء قبل أي صفقة، وصفقات يناير الماضي ليس لدي أي دخل بها. وأوضح: فتوح لديه قدرات تجعله يلعب في أفضل دوريات العالم، وهو أفضل ظهير أيسر دربته في مسيرتي، وهو يمر بظروف صعبة الآن، ولدي كل الأدوات التي تجعلني أنفذ أفكاري. لاعبي الزمالك مميزين وعلى أعلى مستوى. واسترسل: إذا أردنا أن نكون أفضل في الزمالك يجب أن ننغلق على أنفسنا ونكشف عن كل شيء في الإعلام، ويجب أن يكون قرار شراء اللاعبين بين المدرب والإدارة، لأنه لو في يد المدرب فقط سأطلب التعاقد مع مبابي في الزمالك، وهذا غير معقول. وأكد: الفوز على الأهلي في حد ذاته بطولة، ولكن لا يجب أن تحتفل كأنك حصلت على الدوري. هذا يثبت أنك تمتلك عقلية صغيرة، ومن المفترض أن يتحول الفوز على الأهلي لشيء طبيعي. الأهم هو الدوري، وكنت أفضل الفوز على الأهلي في نهائي الكأس بدلا من الفوز في مباراة الدوري. واختتم: نخوض عدد كبير جدا من المباريات في كل بلدان العالم، يجب أن تحصل على أجازة 2.5 للفصل بين المواسم. كيف يتم وضع الكأس في هذا الموعد؟ لا يوجد وقت للأجازة ولفترة الإعداد، وأنا في هذه اللحظة سأخسر احترام اللاعبين لي ومشاركة الناشئين. جاءت لأنني ابتعدت عن المنافسة على اللقب.